عندك طواليت ضيقة بحال هادي وبغيتي توسعها شوية، ولكن الظروف ديالك ما كتسمحش لك في هذا الوقت هذا، تبع معايا هذا البلان هذا ربما ينفعك. عندي بيت حداها فيه 4 متر ونص، غادي نقص منه واحد 80 سنتيم ونزيدو في هذيك الطواليت، ولكن هذيك الطواليت ما غاديش نصلحها دابا، غادي نصلح دابا غير البيت، لانني ما مستعدش باش نصلح البيت والطواليت في خطره واحده. وتبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير باش غادي نصلح هذا البيت هذا ونزيد في الطواليت، ولكن الطواليت ما غاديش نصلحها دابا، اللي غادي نصلح دابا هو البيت. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا وتعرفوا. ودابا هذه هي 80 سنتيم اللي نقصنا من البيت، غادي نسدوها ونخليوها حتى النهار نبغيو نصاوبوا الطواليت ديالنا، عاد نهرسوا هذاك الحيط ونكملوا على العمل ديالنا. اما دابا يلا جهدنا نصلحوا هذا البويت هذا. تبعوا معنا باش تشوفوا النتيجه كيفاش طلع هذا البويت في الفينيسيو ديالو، بالصباغه ديالو، بالقبس، بالضوء، بكل شيء ليه. وهذه هي ديك 80 سنتيم اللي قلنا غادي نزيدو في الطواليت ان شاء الله ونقصناها من البيت، هي هذيك اللي كتشوفوا بقات بين الباب ديال الطواليت والباب ديال البيت. من بعد ان شاء الله من غادي نوجدوا ليها غادي نهرسوا هذا الحيط هذا اللي كتشوفوا دابا لداخل، وهذيك الساعه غتجينا القضيه ساهله باش نهرسوا هذا الحيط هذا ونوسعوا الطواليت، وما غيبقى لنا الا نحيدوا المرحاض الملصق ونديروا المرحاض المعلق.